الولاد سهرانين وعاوزين يطلبوا من بره اي حاجه حلوه. طبعا زي اي ست بيت مصريه قمت كده دورت عندي، ما لقيتش غير بواقي الرقاق بتاع العيد، وعملت بيه احلى فطيره بالشكل ده كده مش هتاخد معاكي 10 دقايق. تعالي بقى لو عندك كده بواقي من الرقاق الناشف او الرقاق الطري بتاع العيد، هاتوا تعالي نعمل بيه الفطيره القمر دي. حاجه كده وهم. وكمان كده لو جاي لك ضيف على السريع والحاجات دي عندك هتعمليها بسرعه، وحاجه بجد تشرفك وطعمها جميل جدا. بس قبل اي حاجه كده نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاه والسلام. تعالي بقى اما اقول لك الجريمه بتاعت اخر الليل دي اتعملت ازاي. كل اللي هتجيبيه اي بواقي رقاق موجوده عندك ناشف او طري، المتاح عندك هاتيه. انا كان باقي عندي من العيد الرقاق ده كده، ده رقاق طري كان باقي عندي من شغل العيد. هتجيبيه كمان معايا كوبايه من الحليب، حليب بدرجه حراره المطبخ، لان طبعا احنا الجو حر. ضفت عليها معلقه من السكر البودر، ممكن تستبدليها بعسل ابيض، المتاح عندك اشتغلي بيه، وكمان رشه من الفانيليا وقلبتها كويس جدا. وعندي هنا ربع كوبايه من الزبده او السمنه البلدي، اي سمنه موجوده عندك، بس الزبده او السمنه البلدي هتفرق معاكي كتير. صينيه بقى وهدهنها دهنه كده من السمنه بتاعتي، وهنزل بالرقاق بتاعتي بالشكل ده كده في الحليب، وبعدين هرصها في الصينيه، وهديها برضو رشه كمان من الحليب، ومسحه كده خفيفه من السمنه. وما تزوديش سمنه كتير عشان ما تبقاش تقيله. خطوه الحليب اللي انا رشيتها دي هعملها بس في الطبقه دي، مش هعملها خالص بعد كده. هنزل بالرقاق بتاعتي في الحليب، وبعد كده هرصها متكسر او متقطع زي كده، ما تقلقيش كله هيتدارى وهتبقى جميله جدا. هترصي بقى الطبقات اللي عندك، انا عملت حوالي 6 او 7 طبقات في التوقيت، يعني حوالي كده هما كانوا 7 رقات موجودين عندي. هتنزلي بالرقه بتاعتك في قلب الحليب، وبعد كده هتفرديها في الصينيه ومسحه من السمنه، ولحد ما تخلصي كل الطبقات بتاعتك. طبعا الصينيه بتاعتي كانت كبيره، فانا سويت الاحرف بتاعه الرقاق دي، وطبعا ما رميتهاش، عملت بيها طبقه في نص الفطيره بتاعتي. مفيش اسهل من كده ولا احسن من كده. حاجه حلوه سهله وسريعه، من غير كمان لا عجن ولا فرد، واستغلينا الرقاق اللي عندنا بدل ما نرميه خساره. بالشكل ده كده. ارفعيها بقى على البوتاجاز كمان مش في الفرن، والنار بتاعتك تكون هاديه علشان تستوي معاكي كده من بره ومن جوه. وتحركي الصينيه كويس جدا لحد ما تاخد لون حلو من الارضيه بالشكل ده كده. تمام. هتقلبيها بقى على الوش التاني، وبرده اهم حاجه النار بتاعتك تكون هاديه علشان تستوي معاكي من بره ومن جوه. وبرده تفضلي كده تحركي الصينيه بتاعتك لحد ما تاخد لون حلو من الوش التاني. الموضوع ده كله مش هياخد معاكي 10 دقايق، مش هيكمل 10 دقايق. وبعد كده هتقلبيها بقى على صينيه، وتكوني مجهزه كده كوبايه من الحليب السخن، وهتنزلي بيها على الفطيره. والخطوه دي يا ريت تعمليها في صينيه كلها احرف، او في الصينيه اللي انت سويتي فيها، لان الصينيه بتاعتي دي ما كانش لها احرف، فيعني ايه بهدلت الدنيا شويه. بخله الاسنان كده، وهخرم الفطيره بتاعتي علشان تتشرب كل الحليب اللي انا منزلاه بالشكل ده كده. جميله جدا وسهله زي ما قلت لك بقى، لا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. ممكن بعد ما تشرب الحليب بتاعك بقى ترش عليها كده عسل ابيض، او رشه من السكر البودر، وهتبقى جميله جدا. ممكن تاكليها من غير اي حاجه خالص، برده جميله جدا. بس طبعا الولاد علشان كانوا عاوزين يطلبوا من بره، وانا حبيت اعمل لهم احسن من بره كتير، ضفت لهم كده الحاجات اللي بيحبوها. كان عندي شوكولاته سبريد، وكمان كان عندي مربى حليب، رشيت كده على الوش، بجد جميله جدا، ولاد فرحوا بيها. استغلينا البواقي اللي موجوده عندنا وعملنا حاجه حلوه جميله قوي للولاد. زي ما قلت لك خطوه الصوصات دي ممكن تستغني عنها خالص، ما تعملهاش. استكفي بس كده برشه سكر بودر او معلقه عسل ابيض، وخلاص على كده. جميله جدا. مستنياكم بقى تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم ايه. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والفولو. متهيألي مفيش احلى من كده. اللهم صل على النبي. حاجه كده بجد جميله جدا. يا ريت بقى يا بنات، ما زي ما قلت لكم، ما ننساش كده لايك وشير وكومنت جميل زي كده يا حلوه، علشان الفيديوهات بتاعتي توصل لناس كتير والكل يستفيد. بألف هنا يا رب، ومستنياكم تجربوها وتكتبوا رايكم في الكومنتات. وما تنسوش قبل اي حاجه نصلي على الحبيب المصطفى عليه